السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض دقة الكزبرة، وهنعمل كده تتبيلة حلوة قوي للملح، مش هنقدر نستغنى عنها، وكمان هنتوفر علينا الوقت بتاعنا احنا واقفين في المطبخ. يعني هنستخدمها على طول كده، مش هنحتاج بقى ان احنا نفتح كذا برطمان ونفضل كل شويه نحط ملح وشطه وفلفل والكلام ده. لا، هنحط الملح على طول يبقى هو مبهر وفيه كل التوابل، فهتسهل علينا الوقت والمجهود احنا واقفين في المطبخ. اول حاجه هنعمل مع بعض الدقه بتاعه الكزبره زي ما انا قلت لكم. والعلم الناس اللي هي بتقولي اسمها دقه، لا هي مش اسمها دقه، هي اسمها دقه. ديت اسمها دقه، لكن التانية اسمها دقه اللي هي بتاعه الكشري. بتاعه الكشري دي اسمها دقه، عشان في ناس كتبت لي في التعليقات انت ايه اللي بتقوليه دوت، هي اسمها دقه. لا، اسمها دقه دي بتاعه الكشري، لكن ديت اللي احنا بنغمزها بالعيش ديت جنب الاكل، بنرشها على يعني بنرشها على اللحوم بتاعتنا بقى، اذا كان لحمه فراخ الحاجات ديت كلها. دي اسمها دقه يا جماعه، بنغمزها كده جنب حته جبنه جنب اي حاجه، دي اسمها دقه. ماشي. دي كده الدقه بتاعتنا جاهزه اهيت. يا دوبك بقى هي بس رغيف عيش كده وواحده طماطم وواحده خيار، وناكلها بقى بألف هنا وشفا. وكمان عملت منها من غير توابل، يعني ديت كده من غير توابل، ديت بالتوابل. شوفي بقى انت عايزه تعملي اني واعمليها. نيجي بقى لتتبيله الملح بتاعنا. برضو عندي الكزبره. الكزبره ديت للعلم يا جماعه انا محمصاها، يعني انا هعملها على البوتاجاز، بصوا لغايه ما لونها غمق كده. حمصتها على البوتاجاز عشان تديني طعم حلو وكمان ريحه حلوه في الاكل. لو تقدري تحمصي التوابل اللي بتجيبيها من بره كلها حمصيها، بس انا عامه بكتفي بتحميص الكزبره، بتبقى طعمها حلو قوي وريحتها حلوه زي ما قلت لكم. بصوا بقى هناخدها كده ونضرب منها في الخلاط، او في المطحنه بتاعه الخلاط. طحنتها بقى، وبعدين هجيبها واجيب الاول الملح. انا عندي هنا 6 او 7 اكياس من الملح، دول اللي انا هعملهم. انتي بقى حابه تعملي الكميه اللي انتي عايزاها، ان شاء الله حتى تعملي 20 كيس براحتك، حابه تعملي كيس واحد برضو براحتك، زي ما انتي حابه اعملي اللي انتي عايزاه. بالنسبه للتوابل مفيش كميه معينه للتوابل يا جماعه على الملح، يعني حطي الكميه اللي انت عايزاها. انا بصوا بحط اهو بالبركه، يعني مش مقادير ولا حاجه. انا بحط وبقلب التوابل، وبشوف هي محتاجه ايه تاني، اذا كان محتاجه فلفل، محتاجه كزبره، محتاجه شطه، بروح ضايفه لها. لا التوابل كترت عليها قوي وعايزه ملح، بروح ضايفه لها. فدي هنا مفيش كميه معينه. انت بتحبي التوابل كتير قوي يعني شويه في ال في الاكل بتاعك وانت بتعمليه، زودي التوابل. لا ما بتحبيش التوابل كتيره قوي، خلاص زودي الملح وما تزوديش التوابل. فاهماني؟ يعني زي ما انت حابه اشتغلي، يعني ديت هترجع لذوقك انت، لراحتك انت، انت عايزه ايه. ماشي. قلبت بقى الكلام ده كله مع بعض. بصوا انا شايفاه ان هو كده ابيض شويه ومحتاج شويه توابل، فهضيف له. انت حباه كده حلو خلاص تمام قوي، يعني زي ما انت عايزه. بصوا بقى، هي كده حلوه قوي. كمان يا جماعه انا مش بكتفي بيها لما بحطها زي كده، لا انا بحط الملح المبهر دوت على الاكل بتاعي، وبرجع احط توابل. ليه؟ لان انا بحب التوابل يعني زياده شويه في الاكل. انت بقى حابه تكتفي بيها زي ما هي كده براحتك. بصوا بقى الملح بتاعي عامل ازاي. جميل يا جماعه، هيوفر عليا الوقت والوقفه في المطبخ كتير والمجهود وكل حاجه. انا بعمله كده وبحطه في بطرمانين 3 بطرمانات، وبستخدم منه كل فتره كده، كل ما يخلص بجدده.